المهم خالد، انا ببارك لك واقول لك مبروك، وربنا يجعل هذا العمل خير عليك وعلى زوجتك وعلى اسرتك. وعايز انت بتقولي انت بتشتم، مفيش حد ما بيشتمش. مصر اصبحت بتشتم، واللي مصاب والله العظيم انا كل ما خلاص هنا فالحاجه المحترمه تقول لي سياده الرئيس عمال يعمل كل الشغل ده بتشتم. كابتن خالد الغندور، واسمه خالد محمود عبد الحميد الغندور. مش هقول عنوانك عشان حد يروح. مبروك يا خالد. الله يبارك فيك. واتفضل بقى قول لجمهورك بقى بتاعك. وانا حاجه سعيد الحمد لله، انا فضلت في قناه نادي الزمالك، القناه بتاعتي، ويمكن بعد ما مشيت يعني حسيت بحب جمهور الزمالك وكان عايزني افضل في النادي وفي قناه النادي يعني. والواحد طول عمره متربي في النادي، سعيد ان انا جددت تعاقدي لمده تقريبا سنه ونص. 3 ان شاء الله باذن الله، ونكمل في النادي وربنا يعيننا ويعين حضرتك على ان احنا نتحمل هذا الكم من السباب والشتائم اللي الواحد بيتعرض ليها بسبب يعني دفاعه عن النادي، حتى لو كان كلمه حق. للاسف يمكن زمان كان يقول لك انت مستشار عايز تعرف بني ادم عاشره، دلوقتي عايز تعرف بني ادم شوف كتاباته على بالظبط، تعرف بقى اخلاقه وتربيته واسلوبه وحياته وكل حاجه يعني. احنا كمان دخلنا في مرحله خطره. التليفون ده ايه اللي بيحصل؟ عايز اقول لك مثلا يعني المفروض والدك والدتك اخواتك اصحابك كل سنه وانت طيب. ما بيطلبكش في التليفون. ده يسعد مشاعر ماتت. طب انا مالي بقى الجهاز ده؟ انا اللي عايز اسمعك، انا اللي عايز اسمعك وانت بتقول لي كل سنه وانت طيب. محتاج حاجه انا معاك. للاسف الشديد حاجه كمان بيقول لك ايه؟ الرمز، التفاعل مع الرمز، تلاقي ايد عامله كده وايد عامله كده. انا مالي مره اللي جاب الرمز ده. لا ده في خناقات دلوقتي ان ما عمليش لايك وعمل لي لايك ايه ده؟ ده ايه المرحله اللي احنا في خناقه دلوقتي؟ لا هو بص هو في حاجه في الميه تقريبا احنا مش واخدين بالنا. ارض النفاق. والله عفوا المهندس. مبروك يا خالد. الله يبارك فيك. ده اشول ابني يا اشول. انا اشول في كل حاجه، برجلي وفي ايدي. لا ده اشول، ده عادل امام بقى وسعيد صالح. مبروك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. حاجه بصراحه يعني انا في حياتي. لا خلاص هم الاثنين دول. لا ده حاجه ثانيه. اولا بشكر خالد. استنى بس. بشكر خالد طبعا، وهو وضع طبيعي يا جماعه هيجدد. الراجل كان كابتن التاريخي ده بندق. تمام؟ فبوضع طبيعي ان هو يوقع. عشان كده بقول للجمهور من فضلك سيبنا نشتغل. يعني خالد في الموضوع ده لما قعدتوا تقولوا خالد زاد بتاع 20 30 بتاع 1000 جنيه حرام عليكم. بس انا ثانيه هكمل انا بقى. بس انا زدت ايام. زدت ايام وكمان بس انا هو هتاخد بالدولار يا خالد. لا يعني قصدي يعني المهم ان انا من سنه كان معايا. لا المهم اللي انا كتبته له هو وضع عليه. ده اهم حاجه. وده اللي احنا عايزينه، وعايزين الجمهور يهدى ونقف ورا فريقنا تاني. ما تقفش ورايا انا، مش عايزك تقف ورايا. طبعا تاني جمهور فوق دماغي والله، بس انا كفيل ب 500 مليون واحد. اقف ورا فريقك، مش اي لاعب يقع او انت توقعه. تاني انت توقعه. صفقات فاشله، زيناري يا جماعه زيناري ده كان شايل هو وعمرو السيسي طلائع الجيش وصلوا للمركز الرابع الاثنين. مصطفى شلبي فاشل، اول ما بينزل غور ما تقول مش هخش تاني خلاص انتهت قصه كذا يا اولاد كذا. ما ينفعش يا جماعه. عايزين دلوقتي نقول مبروك لمحمود علاء واوباما على المستوى الرائع اللي هم فيه دلوقتي. عشان حذرت قبل كده. انا حذرت. محمود علاء دلوقتي الواحد بيحلم ان هو يرجع النادي. لا ما هو محمود علاء مش خبره كبيره وهداف تاريخي ملوش ذنب. خلي بالك محمود علاء قال لي في الاخر قال لي ابوس دماغك. انا اول ما بنزل الجمهور بيشتمني